إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن المثيل والشبيه والكفء والند والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد والبلاد أجمعين، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ودل به على الهدى، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وضال. فصلوات ربي وسلامه عليه نبينا العظيم ورسولنا الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. معاشر من يوحد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله العظيم وطاعته، فإن التقوى هي الأقوى وهي حبل الله المتين، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا ربنا سلم يا ربنا سلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فموضوع خطبتنا لهذا اليوم فضل القرآن الكريم والعمل به. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم لا تجعلنا من الذين يهجرون القرآن الكريم، اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن الكريم ويعملون يا ربنا بمحكمه وبأوامرك وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، لا أريد أن أسرد أحاديث كثيرة عن فضل القرآن الكريم، لأننا أيها الإخوة الأفاضل نعرف كثيرا من هذه الأحاديث. منها: من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والله يضاعف لمن يشاء. الذي لا يوجد في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب. الأهل الله وخاصته هم أهل القرآن. هذه الأحاديث يا أخواني الكرام كثير من الناس يعرفها، لكن يا أخواني القلة من يعرف هذه الأحاديث فيقرأها ويعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. المقصود يا أخواني كما أشرت في الدرس، ليس المقصود أن أقرأ القرآن الكريم فقط، ولا المقصود أنه أنا أقلب الصفحات، ولا المقصود يا أخواني أنه أختم 10 مرات القرآن الكريم في رمضان وفي غير رمضان. المقصود أني أقرأ وأعمل. هذا الذي يريده الله عز وجل. والدليل من كتاب الله. هل قال الله عز وجل: أفلا يقرؤون القرآن؟ لا، ما قال أفلا يقرؤون القرآن، إنما قال ربنا جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن. يتدبرون، ما قال يقرؤون. وهناك فرق بين التدبر والقراءة. القراءة أن تقلب الصفحات وألا تؤثر فيك هذه الصفحات،
أما التدبر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن الكريم يبكي حتى تخضل له إيش؟ لحيته، حتى تبلبل رحلته من الدموع صلى الله عليه وسلم. هل تقرأ القرآن الكريم وتبكي؟ هل تقرأ القرآن الكريم وتتباكى؟ هل يؤثر القرآن الكريم في قلبك أما أنك تقرأه كقراءة الجريدة؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا مر على آية تكبير كبر، وعلى آية تسبيح سبح، وعلى آية استغفار إيش يا إخوان استغفر، على آية فيها النار استعاذ من النار، على آية فيها جنة سأل الله عز وجل الجنة. لذلك يا إخواني يقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حضرنا يا إخواني الكرام، يقول نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان ينزل القرآن كنا بين النبي عليه الصلاة والسلام، عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال كانت تنزل 10 آيات. هذا ابن مسعود. لما نقول ابن مسعود يعني بنسولف عن جبل عملاق من الإيمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال كانت تنزل 10 آيات على سيدنا رسول الله. قال فنقرأها ونحفظها ونعمل بها ونعلمها لغيرنا ثم ننتقل إلى 10 آيات أخرى. شفتوا كيف كان الصحابة؟ هذا فعل الصحابة، يقرأ 10 آيات، مش مهم إني أقرأ 10 ثانيات، المهم إني أقرأ هذه 10 وأتقن هذه 10 وأعمل بها. قال فإذا عملنا بهذه 10 انتقلنا إلى 10 أخرى يا عباد الله. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إخواني الكرام، نحن لا نريد أن نقرأ القرآن الكريم فقط وأن يمر على اللسان وعلى الآذان، لا، نريد أن نقرأ القرآن الكريم قراءة تدبرية، أن نتدبر ونتمعن في كتاب الله. يعني مثال بسيط، بدي أعطيكم مثال بسيط يا إخواني الكرام. أنا يوم من الأيام طالع بالباص وكان جو ربيعي، وبالمثال يتضح المقال كما يقولون. فالسائق الله يجزيه الخير يا إخواني الكرام حاط على قارئ صوته جميل مشار العفاسي، وأنا بتفرج من الشباك، من شباك الباص، وحاط إيدي زي هيك بهذه الصورة بالضبط، وبستمع للقرآن والجو ربيعي خضار وكذا، بتفرج من برا. قال وإذ به يقرأ في قصة سيدنا يونس، طبعا هي يونس مش يونس، يونس عليه الصلاة والسلام. قال فقال مما قرأ فالتقمه الحوت. ماذا أتى في بالي؟ قلت إيش فالتقمه الحوت؟ إيش معنى فالتقم الحوت؟ إيش معنى فالتقم الحوت؟ ليش ما قال يا إخواني فتناوله الحوت؟ ليش ما قال الله جل جلاله فأكله الحوت؟ ليش ما قال يا إخواني تناوله الحوت؟ ليش ما قال قرقط الحوت، قرقش الحوت، بدك إياه حط ما شئت من هذه المصطلحات، إنما قال إيش يا إخواني؟ فالتقمه الحوت. هذا اللي ربنا بده إياه يا إخواني، أن تتمعن في كل كلمة وفي كل حرف من كتاب الله. ما عرفتش، رجعت للتفسير وشفت إيش قال، شو الفرق بين أكل والتقم. إذا بتروح خلينا نروح إحنا وياك وين؟ على قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. إيش قال يا أخواني؟ قال فالتقم الذئب، قال فأكله الذئب. طب هون قال فأكله الذئب، هناك قال فالتقمه الحوت. طب شو الفرق بين الالتقام والأكل؟ طب ليش ما قال فافترسوا أيضا؟ كلمة جميلة، فافترسوا هاي للسباع. إنما الفرق يا أخواني كبير جدا بين هذه الكلمات. لو قال يا إخواني لو قال فأكله الحوت لأكله وطحنه في معدته وراح إلى يوم الدين، وإنما قال فالتقمه الحوت. ومعنى التقم يا أخواني الكرام أوحى الله عز وجل إلى هذا الحوت أن تناوله برفق ولين، وأوحى إليه ألا تجرح له جلدا وألا تكسر له عظما ولا تدخله أيها الحوت في المعدة التي تطحن الطعام. طبعا الحوت يا أخواني له عدة معد، له 7 أمعد، له 7 معدات، واحدة بتكون شغالة يا أخواني تطحن الطعام والباقي احتياط. فإذا فسدت واحدة انتقل إيش؟
الحركة التي بعدها. فكان يا أخواني الكرام سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام بالمعدة التي لا تطحن الطعام بأمر من الله جل جلاله. إذن يا أخواني موطن الشاهد أن الله عز وجل يريد منا أن نتدبر هذا القرآن. لذلك يا أخواني الكرام كثير من الناس يقرؤون 10 ختمات و20 ختمة ويتنافسون، وهذا شيء جميل وهذا شيء طيب، لكن أيها العاق لوالديك، أيها القاطع لرحمك، ألم تمر على آيات تحثك على صلة الرحم وعلى بر الوالدين وبالوالدين إحسانا؟ ألم تمر أيها اللي ماكل حق أخواتك وأنت اللي حرمت بناتك، ما مريتش على آيات الله عز وجل في سورة النساء وفي غيرها يوصيكم الله في أولادكم للذكر في مثل حظ الأنثيين فإن كانتا إلى آخره؟ ما مريت على آيات المواريث يا من تأكل حق أخواتك؟ ما مرت عليهن وبتقول أنا بقرأ القرآن الكريم؟ ما الفائدة من هذه القراءة؟ ستكون هذه القراءة عليك حجة يا من تقرأ ولا تفعل. لذلك يا أخواني الكرام إحنا عندنا كثير من مسابقات القرآن الكريم، عندنا كثير مسابقات، وشيء جميل هذا، شيء طيب أن نرى حفظة من كتاب الله ومسابقات تقام لحفظ القرآن الكريم. لكن بتعرفوا إيش يا أخواني الأجمل؟ الأجمل لو كان هناك في مسابقات في فهم القرآن الكريم وفي تدبر القرآن الكريم، ما أجملها من مسابقات يا أخواني. هذا الذي يريده الله جل جلاله. لذلك يا أخواني أحد الزملاء ماذا يقول لي؟ يقول لي أحد الزملاء دائما يا أخواني منصلي الفجر ومنظل للشروق منصلي الشروق نطلع. قال وإذ برجل من اللي ماكل حق خواته من جماعة صلاة الفجر ومن جماعة الصف الأول وماكل حق خواته، وفوق ذلك مقاطع خواته من 10 سنوات بفوتش على واحد منها. من أجل إيش؟ من أجل شيء فاني في هذه الدنيا، من أجل الأموال الفانية التي لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. قال والله ما دام إنه بصلاة الفجر معناته الأصل يكون في قلبه الآن رقة. قال عندما صلينا صلاة الشروق قلنا له يا فلان يعني نجد أن علاقتك مع أخواتك ومع أنسبائك يعني على إشي من الحذر، وفي بيناتكم إشي مش مزبوط، ما رأيك أن نصالحك معهم وأنه ترجع الحق لأصحابه؟ فقال والله لو بدتم يدخلون الجنة ما بروا عليهم، لو بدتم إيش يدخلون الجنة. الله يهديك يا رجل. طب شو بدك إياه؟ إذا جنة ربنا ما بدكش إياها شو بدك إياه؟ بدك نار جهنم؟ أسأل الله العظيم إنه ربنا يغفر لك. تخيلوا يا إخواني لو بدي قال لو الجنة من وراهم بديش إياها. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك إخواني حتى أختم والكلام يطول في هذا، كيف تعرف أنك مؤمن؟ كيف تعرف أنك مؤمن؟ اسمع، قال إنما المؤمنون، الله جل جلاله يعطيك الإجابة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مباشرة يخضع لأمر الله، مباشرة يخضع لأمر رسول الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. وهناك فرق بين الأداء والإقامة. الأداء إنك تصليها في الوقت، أما الإقامة أن تقيم حدود الله. أن تقيم حدود الله هو إقامة الصلاة. قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. والذي لا يقيم الصلاة يؤدي الصلاة ليس بالمؤمن الحقيقي، والذي يقرأ ولا يعمل ليس بالمؤمن الحقيقي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يقرؤون كتابه ويعملون به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه،
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. إني داع فأمنوا، لعل الله يجعلها ساعة يستجاب فيها الدعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي رايتي الحق والدين يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا هذا وبلاد المسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بها شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم واجعل تدبيره في تدميره، اللهم واجعل كيده في نحره، اللهم واجعل دائرة السوء تدور عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا كن مع إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ناصرا ونصيرا، عائنا ومعينا. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم، وأنزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن البلاء قد طال، اللهم إن البلاء قد طال، اللهم إن البلاء قد طال على إخواننا فانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا عليك باليهود الغاصبين، اللهم يا ربنا شتت شملهم، اللهم شتت شملهم وشتت رميهم، اللهم واقذف الخوف والرعب في قلوبهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية، إنك على كل شيء قدير. يا ربنا وفق ملك البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لما تحبه وترضاه، ووفق ولي عهده الأمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وهي له البطانة الصالحة، إن ذكر أعانوه وإن نسي ذكروه. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء في حرزك وأمانك وسائر بلاد المسلمين. اللهم احمي حدودنا، اللهم احمي حدودنا، اللهم احمي حدودنا، اللهم احمي جندنا، اللهم احمي هواءنا، اللهم احمي طعامنا، اللهم احمي بلدنا، اللهم يا ربنا واحمي قائدنا ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد. الحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.